عباد الله، قبل أيام قلائل ودعتم شهرا مباركا جعل الله لكم فيه خيرات كراما وأجورا عظاما، وجعل لكم فيه ليلة هي في بركتها وخيراتها وثوابها خير لكم من عمركم كله بدونها. وما من مؤمن إلا وقد اجتهد في شهر رمضان ما بين مقل ومكثر، فكنتم يا عباد الله في موسم عظيم من مواسم المتاجرة مع الله. وإن التاجر الأريب والمتاجر اللبيب إذا انتهى من موسم التجارة يبدأ في المحاسبة من جهات ثلاث. أما الجهة الأولى فمن جهة التحقق من حصول الربح، وأن يكون الربح حقيقيا لا وهميا. وهكذا يا عبد الله، هكذا يا أمة الله ينبغي على المؤمن الذي اجتهد في شهر رمضان أن ينظر في ربحه في ذلك الشهر بأن يخاف ألا يتقبل الله عز وجل منه ما قدم لسوء ظنه بنفسه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد سألت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والمؤمن يا عباد الله يضم إلى خوفه من ألا يقبل عمله منه لسوء ظنه بنفسه، يضم إلى ذلك رجاء ما عند الله وأن يتقبل الله عمله لحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. فإن ربنا قال كما أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي. فالمؤمن يا عباد الله بعد شهر رمضان ينظر إلى أعماله في رمضان بالخوف والرجاء، وهذا يقوده يا عباد الله إلى أن يجتهد في الدعاء أن يتقبل الله منه ما قدمه في شهر رمضان. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يجتهدون اجتهادا عظيما في الدعاء بعد شهر رمضان أن يتقبل الله منهم أعمالهم في شهر رمضان. وأما الناحية الثانية يا عباد الله فهي من جهة الحرص على أن لا يتبع تلك التجارة بصفقة خاسرة تطغى على ربح تلك التجارة أو تنقص ربح تلك التجارة. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال سبحانه: ولا تبطلوا أعمالكم. فالمؤمن الذي اجتهد في شهر رمضان ينبغي عليه أن يكون حريصا على أن لا يتبع شهر رمضان
بعمل يحبط ما قدمه في رمضان أو ينقص أجر عمله الذي قدمه في رمضان. فبعض الناس يا عباد الله يقترب من الله في شهر رمضان، يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويتصدق ويصل رحمه، فإذا انقضى رمضان وانقضت أيام من شوال ترك الصلاة والعياذ بالله، وتلك ردة تحبط عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكثير منا يا عباد الله من إذا ذهب شهر رمضان ودخل في شهر شوال أخذ يغتاب الناس ويكذب على الناس ويظلم الناس، وهذا يذهب أجور أعماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وأما الناحية الثالثة يا عباد الله فهي من ناحية استمرار التجارة في الأيام التي تلي الموسم، بأن يستمر الربح في تلك الأيام إلى أن يأتي موسم آخر. وهكذا ينبغي على المؤمن الذي اجتهد في شهر رمضان أن يحرص على استمرار ربحه في بقية الأيام القادمة حتى يأتي موسم آخر. وكان حبيبكم وإمامكم وقدوتكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان. سبحان الله، ما حال فلان هذا الذي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يكون على حاله. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وهكذا يا عباد الله يكون هذا النهي في كل عمل صالح كان عليه الإنسان لا ينبغي أن يتركه. فيا عبد الله اجعل لك من أعمالك في رمضان أعمالا ثابتة دائمة في أيامك كلها. فاجعل لك من الصيام نصيبا ومن القيام نصيبا ومن قراءة القرآن نصيبا ومن الصدقة نصيبا، ولا يكن آخر عهدك بتلك الأعمال شهر رمضان، فإن أحب الأعمال إلى الله
أدومها وإن قل، فاحرص رعاك الله على أن تكون من المجتهدين في الأعمال الصالحة في أيامك القادمة. عباد الله، عباد الله، كنتم في شهر رمضان في نهاره صواما وفي ليله قواما، أفئدتكم لربكم شاكرة وألسنتكم لربكم ذاكرة، أعمالكم على الخير دائرة ونفوسكم للمعاصي هاجرة، وقد رأيتم بذلك سكينة في حياتكم وسكينة في بيوتكم وطمأنينة في قلوبكم ولذة في قلوبكم. فعلى ماذا عزمتم عباد الله بعد شهر رمضان؟ أتراكم ولا أحسبكم إلا كذلك تبقون في طاعة الرحمن ومن حزب الرحمن، أم أنكم والعياذ بالله من ذلك وحاشاكم من ذلك تتساقطون في شباك الشيطان وتبتعدون عما يحبه الرحمن؟ عباد الله، بان لكم بعين البصيرة والحقيقة أن طيب الحياة وسكينة الدنيا ولذة الدنيا إنما هي في طاعة الله عز وجل، وأنك يا عبد الله بمقدار قربك من الله تنال جنة الدنيا ونعيم الدنيا وطيب الحياة في الدنيا. ألا فاتقوا الله عباد الله واستمروا على طاعة الله. عباد الله، إن شهر رمضان مدرسة للمؤمنين، وإن من دروس تلك المدرسة أنه بان لنا باليقين أن المؤمن إذا صدقت عزيمته قادر على فعل الخيرات وعلى ترك المحرمات. ألا ترون عباد الله كيف أن المؤمن في شهر رمضان لما صحت إرادته وصدقت عزيمته صام في الأيام الحارة أكثر اليوم 15 ساعة في بلدنا هذا، وقد يكون في بعض بلدان المسلمين أكثر من هذا. صام وأمسك عن الطعام والشراب والشهوة لأن عزيمته صادقة وإرادته صحيحة. ألا ترون عباد الله أن بعض إخواننا المؤمنين الذين ابتلاهم الله عز وجل بشرب الدخان، أسأل الله أن يخلصهم من هذه الآفة عاجلا غير آجل. ألا ترون يا عباد الله أن الواحد منهم في شهر رمضان يمسك عن شرب الدخان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 15 ساعة لا يشرب الدخان؟ ولماذا كان هذا يا عباد الله؟ لصحة إرادته وصدق عزيمته. ولذلك تراه ما إن يفطر حتى يبادر إلى شرب الدخان. ما الفرق بين الأمرين؟ إنه صدق العزيمة وصحة الإرادة. فيا عبد الله، إياك 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 أن تقول لا أستطيع، فإن العجز إنما هو في الإرادة. فاحرص وصحح إرادتك في فعل الخيرات وترك المحرمات، واستعن بالله ولا تعجز. عباد الله، عباد الله، قد أطال الله أعماركم بعد رمضان، فكونوا من المؤمنين الأخيار الذين لا تزيدهم أعمارهم إلا خيرا، فتحسن أعمالهم
ويتخلصون من ذنوبهم. وإياكم أن تكونوا ممن يزيده طول عمره بعدا عن الخيرات وإصرارا عن المنكرات. يقول حبيبكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم: إنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. تقبل الله منكم جميعا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.